أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل القلقاس باللحمة بالظبط زي الطريقة الأصلية بتاعته، ودي المقادير. طبعا القلقاس وجبة جميلة جدا في الشتاء خصوصا، يبقى فيه طريقتين ليه، ممكن نعمله بالطماطم أو بالخضرة. النهاردة هنعمل الطريقة اللي بالخضرة، طريقة جميلة جدا سهلة مفيهاش أي تعب نهائي. وقبل ما نبدأ الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا أجدد الفيديوهات، وما تنسوش لايك وشير على الفيديو. أكلة القلقاس طبعا لا غنى عنها في الشتاء، شايفين منظره ازاي جميل وبيشهي. وأتمنى حضراتكم تشوفوا معايا الفيديو ده وطريقة عمله، هتنبسطوا جدا. أول حاجة هنعملها في القلقاس، أهم حاجة نجيب الخضرة تكون كويسة وتكون طازة ما تكونش قديمة عشان تدينا اللون الأخضر الجميل. هنجيب السلق والكزبرة، وبعد كده نبتدي نغسلهم كويس جدا، وبعد كده هنمسك العيدان ونبتدي نقطعها ونرميها. وبالنسبة للجزء الفوق هنبتدي نقطعه صغير بالشكل ده، يعني نقطعهم بالسكينة صغير بالشكل ده. وفي حلة هنحطهم في حلة على نار متوسطة، ونبتدي نقلبهم زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنحط معلقتين كبار من السمنة، وزي ما قلنا احنا هنحط حوالي معلقتين سمنة كبار، ونبتدي نقلبها بالشكل ده. التركاية المهمة جدا ان احنا نفضل نقلب فيها، وبعد كده لما بتبتدي تدبل شوية وهي على النار هنبتدي نحط 3 معالق كبار من الثوم المفروم، ونبتدي نقلب كله. اهم حاجة فيه عشان ننجح الخضرة بتاعة القلقاس ان احنا منسيبهاش على النار تتحرق مننا، يعني نحاول على طول ان احنا نقلبها باستمرار بالشكل ده. نفضل نقلب فيها. هو الأهم حاجة في القلقاس إن يعني عامة بيحتاج دسم، فلو في سمنة زيادة عايزين نحطها ممكن نزود لو حسينا إن السمنة قليلة. وكل ما تكون السمنة أكتر كل ما الخضرة ما تتحرقش أو تلزق، ويفضل إن أنا أعملها في حلة من الجرانيت أو التيفال عشان ما تلزقش مننا. وهنفضل نقلب فيها باستمرار لغاية ما تنشف معانا على نار هادية، وهتاخد معانا حوالي نص ساعة. بعد كده لما اهم حاجة الخضرة تكون ناشفة زي ما احنا قلنا، ما تكونش فيها اي حاجة طرية، تكون ناشفة ومقرمشة كده زي ايه البصل مثلا المحمر. وبعد كده وهي سخنة عادي هحطها في الكبة وابتدي اضربها بالشكل ده، يعني هفرمها في الكبة لغاية ما تبقى معانا بالمنظر ده، ويكون معانا مطحون ناعم، يعني قريب من البودر جدا. اهم حاجة دلوقتي هننتقل على القلقاسة نفسها. يفضل ان احنا نجيب القلقاس، عامة القلقاسة نفسها نجيبها صغيرة ما تكونش كبيرة عشان هتدينا طعم أحلى وتستوي أكتر ويكون فيها اللون البينك ده. فأول حاجة القلقاسة هنجيبها ونبتدي نقشرها. القلقاس ما بيتغسلش، هنبتدي نقشره، وبعد كده باستخدام فوطة نبتدي نمسحها من بره ونقسمها نصين، وبعد كده نقسمها 4/4 بالشكل ده، وكل ربع هنقسمه شرايح بالشكل ده. يبقى القلقاس ما بيتغسلش، ونبتدي نقطعه زي ما شايفين في الفيديو كده. وبعد كده نمسك بقى الشرايح دي نبتدي نقطعها برضو شرايح بالطول بالشكل ده تاني، ونبتدي نقطعه مكعبات صغيرة. اهم حاجة في حجم المكعبات ان هي ما نكبرهاش قوي، يعني تكون بالشكل ده. يبقى زي ما قلنا القلقاس مش هنغسله نهائي، ونبتدي بس نمسحه من بره بفوطة، وبعد كده نقطعه زي ما شفنا مع بعض دلوقتي. وبعد كده عندنا اللحمة.
القلقاس هيحتاج لحمة تكون فيها نسبة دسم كويسة عشان يطلع كويس. طريقة عمل اللحمة بقى سهلة جدا. هنجيب اللحمة ونغسلها، وبعد كده نحطها في المياه المغلية، وبعد كده نستنى لغاية ما الريم يطلع على الوش ونرميه، وبعد كده نحط بقى التوابل. عندنا توابل اللحمة، ورق لورا، قرفة، حبهان، كل واحد وعلى حسب رغبته في التوابل، ونستنى لغاية ما تستوي، ونحط طبعا الملح على حسب برضو الرغبة، وطبعا مننساش الفلفل الأسود. وبعد كده لما اللحمة طبعا هتستوي خالص هنحط دلوقتي القلقاس. هو القلقاس عامة ما بياخدش سوا نهائي، يعني بياخد حوالي ربع ساعة بس على نار متوسطة، من ربع لتلت ساعة. عشان كده بقول ان احنا لازم نجيب القلقاس يكون صغير، ما يكونش الحباية كبيرة، عشان يستوي اسرع ويكون طعمه كمان احلى. وبعد كده هنسيبه حوالي من ربع لتلت ساعة لغاية ما نلاقي القلقاس استوى معانا. وممكن نطلع واحدة ونشوفها استوت ولا لأ. طبعا كل ما نلاقيه يعني هو عشان نخلي بالنا ان هو بيطرى بسرعة. وبعد كده لما يستوي وهو برضو على نار متوسطة هنبتدي نحط الخضرة. يبقى الخضرة احنا بنحطها في الاخر خالص. لما يستوي نبتدي نقلبه بالشكل ده، عشان الخضرة دي تركة مهمة قوي، عشان الخضرة تفضل لونها مخضر ويبقى ليها طعم التحمير والحاجة الجميل اللي احنا تعبنا فيه طبعا. ونبتدي نقلب بقى كله مع بعضه، اللحمة بالخضرة بكله. طبعا منظر الخضرة جميل جدا والقلقاس. وهنسيبه حوالي 3 دقايق. اول بس ما يغلي معانا نطفي عليه على طول. شايفين جميلة جدا الخضرة بالشكل ده، لونها جميل واخضر. وهنبتدي دلوقتي نقدمه. بنقدمه بطريقتين، يا اما بناكل معاه رز، يا اما بنشربه كده زي الشوربة، كل واحد وعلى حسب مزاجه. اتمنى تكون الوصفة سهلة وسريعة وعجبت حضراتكم. ولو في اي اكلات تانية حابين نعملها الفترة الجاية ياريت تكتبولنا في التعليقات. واتمنى ان شاء الله تبقى الوصفة سهلة وسريعة وعجبت حضراتكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة ياريت تدوسوا لايك واشتراك في القناة وشير للفيديو. ممكن تفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا أحدث فيديوهات مطبخ السعادة. وشكرا جدا على المتابعة والاشتراك واللايكات.